ماشي يا حسام، أنا مش قادرة أرضعها، وهي يعني لأول ولا آخر طفلة هترضع صناعي؟ ده أنا حتى ابني كنت ناوية أفطمه على سنة ونص. أنا مش عارف مالك بصراحة يا علا، ده أنت حتى الحنية كلها، عمرك ما كنتي قاسية بالشكل ده. إيه اللي جرالك؟ ده أنا قلبي تعبني قوي عشانها، مش قادرة أتحمل أشوفها كده. هو إيه الأوفر اللي أنت فيه ده؟ كده اللي هو إزاي يعني؟ أنت مكبر الموضوع كده ليه؟ ما خلاص يا حسام، مفيش داعي أبدا تجبرني على حاجة أنا مش عاوزاها. معرفش، معرفش جبت القسوة دي منين. قسوة عشت حياتي كلها أدفع تمنها وألوم نفسي عليها. وقبل ما تعرفوا بقى مين اللي أنا قسيت عليها قوي كده والتمن اللي دفعته بالظبط كان إيه، يبقى لازم أخدكم أحكي لكم الحكاية من أولها ومن البداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا علا، متجوزة حسام، وعندنا ولدين. والحكاية بدأت من سنين، بالظبط من سنة 97، لما أخو جوزي ومراته وابنهم العربية اتقلبت بيهم وتوفوا. اتوفوا هما التلاتة، وكانت وقتها صدمة كبيرة قوي لينا كلنا زي ما هتشوفوا كده. خلاص يا حسام، أخوك راح، حتى ابنه اللي كان هيبقى لي من ريحته راح هو كمان. اهدي يا طنط، اهدي علشان خاطرنا، هيجرالك حاجة يا حبيبتي، انتي صاحبة مرض. يا ريتني يا بنتي كنت أنا، ولا كانوا هما اللي راحوا، ما لحقوش يفرحوا ببنتهم اللي اتيتمت من قبل حتى ما تشوفهم. يا عيني عليكي يا نور، يا عيني عليكي يا حبيبتي. ما تقلقيش يا أمي، نور عمرها ما هتحس إنها يتيمة أبدا. أنا هاخدها وهتتربى وهتكبر وسط عيالي. يا ريت يا حبيبي كان فيا حيل، ما كنتش سبتها أبدا ولا خليتها تفارق حضني، دي هي اللي فضلالي من ريحة الغالي. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل، ويديك الصحة يا رب. وقت ما تحبي تشوفيها هجيبها لك على طول، وعلا كمان هتاخد بالها منها لأنها هتكون محتاجة لها قوي. اطمني يا ماما، اطمني. بس يعني هي خالتها ولا أهل مامتها هيفرطوا فيها بالساهل كده؟ أنا هعمل المستحيل عشان تفضل معانا، عقبال ما تخف إن شاء الله وتطلع من الحضانة بالسلامة أكون أنا اتفاهمت مع خالتها ووصلت الحل. الموضوع كان صعب قوي، خصوصا يعني إن سلفتي الله يرحمها كانت لسه والدة نور يا دوبك من أيام بسيطة. البنت ما كانتش كملت أسبوع، ويوم ما حصل اللي حصل كانت رايحة هي وجوزها وابنهم لنور في الحضانة علشان ترضعها. لكن أمر الله نفذ وتوفوا. اتوفوا هما التلاتة من قبل ما يوصلوا لها، وبقت نور يتيمة في لحظة. وابتدت المشاكل بقى مع خالتها ومع جوزي علشان مين فيهم يربي البنت زي ما هتشوفوا كده. هي حسام نور هي اللي بقيالي من ريحة أختي، وأنا خالتها وأحق واحدة في الدنيا دي كلها بيها. أنا اللي هقدر أعوضها عن حنان أمها اللي ما لحقتش حبيبتي تحس بيه. يا مروة زي ما انت خالتها أنا كمان عمها، وهقدر أعوضها عن أبوها. لكن سامحيني معلش، لو أخدتيها هتتربى فين؟ ما هي هتتربى برضه في بيت راجل غريب وشوية، ومش هتبقى هي على راحتها. ولو على حنان أمها الله يرحمها، كلكم عارفين علا وقلبها اللي زي البلسم، هتاخد بالها منها قد إيه. والمرحومة كمان كانت بتحبها جدا وكانوا قريبين من بعض قوي. عارفة، عارفة إن علا حنينة قوي وقلبها كبير، بس أنا برضو أحق بيها منكم. إحنا مش هنفضل نلف في دايرة مقفولة. أنت عندك 4 ولاد، ونور كمان هتبقى كده ال5. معلش يعني سامحيني يا مروة، ظروفك مش قد كده، وانت وجوزك طول النهار في أشغالكم، هتراعيها ازاي بس وسط كل ده؟ لكن أنا ما عنديش إلا ولدين، والحمد لله ربنا موسع عليا، وعلا في البيت قاعدة متفرغة للولاد. نور معانا احنا هتلاقي الرعاية والاهتمام الأكبر اللي هتكون هي محتاجة لهم. ومن هنا لهنا، وبعد ما ناس كتير اتدخلوا، قدر حسام ياخد بنت أخوه علشان يربيها مع أولادنا، بعد ما أخيرا اتفق مع خالتها إنها هتشوفها في أي وقت هي تحتاجه وتعوزه، أو حتى تاخدها تقضي معاها اليوم، وبعد كده تبقى تجيبها لنا بالتراضي. وفعلا استلمت البنت، وكانت حتة بيبي صغنن قوي، بالبلدي كده حتى السرة ما وقعتش.
وكان لسه ابني الصغير ما كملش سنة وبيرضع. وفي الوقت ده بقى كنت حاسة بضغط جامد جدا عليا وعلى نفسيتي. ما كنتش أحسن حاجة، لدرجة إني رفضت رفض تام إني أرضع البنت، رغم إني كنت بشوف الحسرة في عيون جوزي لما دايما بيلاقيني أرفض وأقول له أنا يا حسام مش قادرة أرضعها، وهي يعني ولا أول ولا آخر طفلة هترضع صناعي. أنا حتى ابني ناوية أفطمه على 1.5 سنة. أنا مش عارف مالك بس يا علا، مش عارف في إيه، ده أنت الحنية كلها، عمرك ما كنتي قاسية بالشكل ده. إيه اللي جرالك؟ أنا قلبي بيوجعني قوي على البنت، تعبان علشانها وعلى اللي هي فيه. هو أنت مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ ما خلاص بقى يا حسام، مش لازم تجبرني على حاجة أنا مش عاوزاها. أنا يا سيدي قلبي مش مطوعني أرضعها، وما تسألنيش ليه، مش عاوزة. اللي مصبرني عليك إني عارف إنك مش كده، ولا دي أخلاقك، ومتأكد من طيبة قلبك. لولا كده كنت اتصرفت معاكي تصرف تاني. ربنا يبعد عنك الشيطان اللي مغميلك عينيكي ومش عاوزك تشوفي باب الجنة اللي اتفتح لك وموجود قصادك. دي يتيمة يا علا، فاهمة يعني إيه يتيمة؟ ورغم إني كنت فاهمة كل كلمة هو بيقولها، لكن برضه معرفش ليه ما كنتش قابلة البنت بطريقة غريبة، مش طايقاها، وقلبي مقفول قوي من ناحيتها. حتى لما كانت تعيط كنت عادي، ولا بيفرق لي أسيبها تعيط، ولا هديها ولا أشوفها مالها ولا طبطب ولا أي حاجة. وفضلت على الحال ده لحد ما البنت بقى عندها 8 شهور. وفي يوم لقيتها ساكتة، ساكتة تماما، مش سامعة لها أي صوت ولا حس. وقتها قلت لابني الكبير كريم سيب أخوك يا حبيبي يلعب، وروح كده بص على نور، دي من بدري كده مش طالع لها صوت، مش عارفة مالها. أنا كل شوية أبص عليها بلاقيها مغمضة يا ماما، تقريبا كده نايمة. بس ماما لما رحت لها آخر مرة كان وشها لونه أحمر قوي. لا يا ابني مش معقول، إزاي نايمة كل ده؟ ويعني إيه وشها أحمر؟ اوعى تكون جيت جنبها ولا عملت لها حاجة يا كريم. لا 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 يا ماما لا، أنا بلعب مع مؤمن أخويا. طب وسع كده لما أشوف البنت مالها. ورحت جري على أوضتها عشان أبص عليها. يا خبر، البنت سخنة قوي وما بتنطقش ولا بتتحرك، أعمل إيه؟ ودي كانت أول مرة قلبي يحس كده بيها. قلبي حس بيها وبوجعها، روحي كانت هتروح عليها. لأول مرة مشاعر تتحرك من ناحيتي ليها. وفي الوقت ده جوزي كان مسافر برا مصر في شغله، واتصلت بأخويا اللي جالي جري، وخدت البنت وجريت بيها على المستشفى. وهناك عرفت إن حالتها كانت صعبة قوي، حالة شقلب في لحظة واحدة. يعني إيه يا دكتور؟ يعني إيه حالتها خطر؟ يعني بنتك عندها التهاب رئوي حاد. لا 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 لا، الكلام ده لا، ما تقوليش كده. وردت الممرضة وقالت اهدي بس يا مدام، إن شاء الله بنتك تقوم بالسلامة. ولقيت الناس بتجمعها حواليا من كتر انهياري والعياط اللي بعيطه، والناس بتهون وتقولي ربنا يصبر قلبك يا حبيبتي، اجمدي كده شوية عشان تعرفي تعدي بيها المرحلة الخطر دي. بقولك ايه يا عامر، هات العربية واطلع على أكبر مستشفى خاص حالا بسرعة. وخدت البنت وجريت مع عامر اللي حضر عربيته وخدني فيها على طول. اهدي بس يا علا، اهدي، ان شاء الله هنوصل بيها لأكبر مستشفى وهتتلحق. اطمني، انا هعملك كل اللي انت عاوزاه. كانوا كل اللي حواليا بيهدوا فيا كأني أمها، واتحجزت بيها أكتر من 15 يوم في المستشفى. وحسام كان بيبعت لي كل الماديات اللي البنت محتاجة لها، لحد ما الحمد لله خرجت من المستشفى. وأنا كمان خرجت وجوايا ألم وحزن ووجع وندم على كل حاجة عملتها فيها. خرجت من المستشفى دي إنسانة جديدة، بقيت أعملها أحسن معاملة، يمكن أحسن من ولادي نفسهم. وعدت الأيام وفاتت الشهور والسنين وكبرت، وأنا كمان كبرت معاها، وبقت ما شاء الله عليها عروسة زي القمر في تانية كلية طب أسنان. والكبير كريم بقى اتخرج وبقى دكتور عظام، أما مؤمن في كلية ألسن. وزي ما قلت لكم بقى، نور حبيبة قلبي دلوعة البيت كله في تانية كلية طب. وفرحت من قلبي بجد لما عرفت بقى اللي هتسمعوه دلوقتي.
عارفة يا ماما، النهاردة اتأكدت من مؤمن إن هو عاوز يتجوز نور. إيه يا بنت الخبر الحلو ده؟ وماله يا بنتي؟ أهي تربية إيديكي، هي دي بقى اللي هتراعيكي وهتنفعك دنيا وآخرة. متأكدة؟ دي هي ومؤمن زي القط والفار، طول النهار معاندة في بعض. يا ريت كريم اللي كان أخدها، أهو عاقل وهيحافظ عليها. لا 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 يا سالي، ومؤمن كمان، هو بس بيحب يهزر شوية. الصراحة برضه خطيبة كريم مؤدبة ومحترمة جدا، والولد بيحبها. أما مؤمن بقى ونور طول عمرهم كده مولودين فوق راس بعض. بس أهو طلعوا بيحبوا بعض جدا يا ستي. سيبيهم بقى، أهم شباب بيهزروا، ومع الوقت هيهدوا. بس خلي بالك أنا على طول بنصف نور عليه. دي الحاجة الوحيدة اللي فرحتني، إني ما رضعتهاش وهي صغيرة مع الولاد. يعني الحمد لله هتنفع لابني. سبحان الله يا علا. عارفة يا بنتي، يمكن وقتها ربنا كان قافل قلبك قوي كده من ناحيتها علشان تنفع لابنك. أصل ربنا ليه حكمة برضه. بس يا ماما بقى ما تفكرنيش، ده أنا لسه لحد النهاردة جوايا تأنيب ضمير فظيع. نفسي أوطي على رجليها، أعترف لها وأخلص من تأنيب ضميري إني بهدلتها البهدلة دي كلها وهي صغيرة. ضحكتها في وشي يا ماما بتتعبني أكتر، بتعب لما بحس إني جيت عليها وهي صغيرة. وهو ربنا أراد إنها تبقى أحسن ملاك في حياتي كلها. بصي يا علا، نصيحة من أختك، اوعي تحكي لها حاجة من الفترة دي. انتي كمان وقتها ما كنتيش على طبيعتك يا حبيبتي. أيوة يا بت، فعلا. اوعي تقولي لها حاجة، أختك عندها حق. ما تعكريش حبك في قلبها، هي عمرها ما هتبقى فاكرة الفترة الوحشة دي. وهوني بس انتي على نفسك، طيبة قلبك دي دليل كفاية إن ربنا سامحك وغفرلك. تفتكري يا ماما، تفتكري ربنا سامحني بجد؟ أنا بحاول أعوضها والله على قد ما بقدر، بديها حب وحنية واهتمام زي ما تتمنى وأكتر. حتى ابني خليته يجيب لها دهب كتير، أنا أصلا كل فترة والتانية بنزل أجيب لها حاجة دهب. ربنا يعلم بقيت أخاف عليها إزاي. ده أنا حتى اللي أقنعته حسام يجيب لها عربية علشان ما تحتكش بحد في مواصلات عامة، وخليته كمان يفتح لها حساب في البنك علشان تصرف وما تبقاش محرجة مننا وهي بتطلب فلوس. طيب يا حبيبتي، عاوزة ايه تاني بقى اكتر من كده؟ ده انت بتعامليها دلوقتي زي بنتك واكتر. وكفاية كمان الشقة اللي جبتوها لها وانتم بتجيبوا شقق ولادكم. والله يا علا، لو كان ربنا ما غفرلكيش كان سابك زي ما انت كده على ضلال، خليكي تظلمي اكتر واكتر. لكن برك بيها ده دليل على ان ربنا فعلا سامحك وغفرلك، ان الله غفور رحيم. هو اللي طمني اكتر يا جماعة وشرح قلبي من جوه لما ماما ودتني لإمام مسجد، اللي طمني وقال لي انسي يا بنتي الفترة دي، اردمي عليها بقى. عملك دلوقتي يخلي كفة حسناتك هي اللي تطب. اتأكدي ان ربك غفور رحيم، ويا ريت احنا اللي نكون زيك. فهمت ان كلنا وارد نضعف ونغلط، وطول ما ربنا مكملها علينا بالستر بيدينا فرصة نراجع نفسنا ونصلح غلطنا ونتوب عن ذنبنا. اوعوا يا جماعة، اوعوا تنسوا ابدا ان خير الخطائين التوابين.